سعادته دايما بتكون في اللمة، ومش أي لمة، دي لمة لازم يجيب الأهل والأصحاب والقرايب، ويمكن يجيب الناس اللي ما يعرفهاش كمان. عمره ما بيحب يقعد لوحده أبدا، دايما بيتكلم. لو شافك أول مرة دايما هيبدأ معاك الحوار وهيبدأ معاك الكلام. دايما بنقول عليه كده ان هو بيفكر، بس بيفكر لبره، ما عندوش حاجة جوانية كده ولا حاجة اسرار، هو تفكيره كله لبره. وطبعا اللي زي ده مش محتاج تفكره وتقول له فكر معايا بصوت عالي، لا هو كده ولا كده لما بيجي يفكر بيفكر بصوت عالي. ومش بس كده، ده بيفكر بصوت عالي وصوته عالي. ده اللي لو اتحط في اي موقف محرج او وقع وسط ناس هتلاقيه اول واحد بيضحك على نفسه، واول واحد بيقوم وهو مبسوط، وممكن يعني يرمي الإفيه على نفسه ويضحك عليه. دايما هتلاقي صفحته على الفيسبوك عليها كمية بوستات خزعبلية، ممكن في اليوم ينزل لك 50 بوست وكلهم مش عنه، عادي جدا، عن اصحابه وعن قرايبه وعن ناس ما يعرفهاش. هتلاقي بينزل كمية بوستات لمجرد ان هي عجبته. انت ما بتبقاش فاهم هو موده ايه دلوقتي، هو اي حاجة بتيجي قدامه ممكن يعمل لها شيرنج، ما عندوش اي مشكله. لو بتشات معاه ولقاك تايبنج قبل ما يعرف انت عايز ايه، هتلاقيه هو كمان بيتايبنج، وشويه شويه هتلاقيه بيقول لك ايه، ما تيجي نتكلم احسن. شويه شويه هيقول لك يا عم نتكلم ايه، استنى انا جاي لك. اي حاجه فيها جري وحركه وتنطيط هتلاقيه متصدر المشهد، رحله بقى، حفله، هتلاقيه اول واحد رهوان. ومشكلته بقى لو زعل مش هيسكت، هيطلع غضبه وهيطلع قرفه، مش هيكتم اي حاجه جواه. دايما بنقول ان حياته كلها براني، ما عندوش حاجه جوانيه خالص. ودايما هتلاقي حركاته كتيرة، البادي لانجوج بتاعه كتير قوي، ودايما هتحس بالطاقة والحماس، وهتلاقي ايديه بتتحرك كتير، يمكن بشكل مبالغ فيه كمان. بس خلي بالك، ده لو سكت لازم تعرف ان في كارثة، لازم تعرف ان انت عامل غلطة كبيرة جدا، لازم تعرف ان هو ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة جدا، لان ده مش طبعه ابدا ان هو يقعد ساكت. والمشكلة الاكبر بقى انه ممكن تكون انت صاحب المشكلة ويكون هو فعلا مش طايقك، وربنا يستر عليك ساعتها وما يقولكش ان انا مش طايقك في وشك، لانه ممكن يعمل. الناس دي قعدتهم حلوة جدا وخروجتهم ما حصلتش، ودايما بيبقى ليهم ادوار في المناسبات الاجتماعية زي الرحلات، زي اي تجمع، دورهم بيبقى مميز جدا، والقعده فعلا ما بتحلوش غير بيهم. ودول طبعا اللي وقت الحظر بتاع الكورونا كانوا بيفرقوا، وكانوا مش على بعضهم، وكانوا حاسين ان يعني مأساة ان هم قاعدين في البيت متكتفين، ان هم ما بيشوفوش حد، ان في حظر. دول كانوا فعلا في وادي تاني خالص غير باقي البشر. دايما بنقول ان الناس الاكستروفيرت او المنفتحين دول هم مصدر البهجة والسعادة في حياتنا، واللي وجودهم دايما بيكون وجود مميز.